عايزة أقولك لو قدامك 15 كرنبة هتلفيهم بسرعة الصاروخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان هقولك على أحلى خلطة تعملي بيها المحشي وريحتها تجيب آخر الشارع والكل يتحكى بيها. يلا نشوف عملنا المحشي الحلو ده ازاي. الأول بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا حلة على النار فيها مية بتغلي، حطيت فيها معلقة ملح ومعلقة من الكمون. بعد كده معايا الكرنبة، أنا طبعا فريت الورق بتاعها ورقة ورقة وبالطريقة العادية اللي احنا متعودين عليها، ولو انتي مبتدئة أنصحك تعمليها بالطريقة دي هتكون أسهل لك بكتير. بعد كده غطيت الحلة علشان طبعا البخار يكتم على الورق ويهبط بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده معايا طبق فيه مية عادية من الحنفية، هشيل ورق الكرنب بعد ما اديته كده ثواني من هنا وثواني من الناحية التانية، وهشيله في الطبق ده ليه؟ علشان اوقف عملية السوى بتاعة ورق الكرنب، عشان لما اطلعه بعد كده في مصفى وارصه فوق بعضه ما يستويش معايا بزيادة والورق يتهري. اللي ما شافش فيديو الفطير قبل ده يا جماعة يا ريت يروح يشوفه وان شاء الله هيعجبكم. اهو بالشكل ده هطلعهم في مصفى واخلص الكرنبة كلها. بعد كده هنحضر الخلطة بتاعت المحشي. معايا حلة كده فيها شوية حلوين من الزيت، ونزلت عليهم كده بالبصلة، والبصلة يا ريت ما تكونش مفرومة ناعم يا جماعة، تكون وسط. المحشي محشي الكرنب بالذات بيحب البصل يكون كتير ويكون كده ما يكونش مفروم ناعم يعني. هدبل البصلة بالشكل اللي احنا شايفينه. انت بقى لو عندك قطعة من لية الخروف ضيفيها على الزيت وجلبي فيها البصلة، وده السر اللي هيخلي الخلطة بتاعتك ريحتها تجيب اخر الشارع. بعد كده نزلت عليها بمعلقة من هريسة الشطة، ودي فيها كده فصين توم، مجرد ما هشم ريحة التوم لهنزل بعصير الطماطم. بعد كده عصير الطماطم ده اللي انا ضفته يا جماعة، ده كمان كان في بصل متحمر، ويعني دي صلصة طماطم بالبصل، علشان كده انا ما كترتش البصل زي ما شفته في الاول. وهنا ضفت معلقة من رشة من السكر طبعا عشان حموضة الطماطم. كده هنزل عليهم بحوالي معلقة كبيرة من معجون الطماطم اللي هي الصلصة الجاهزة، ده بس عشان تعزز لي لون الصلصة بتاعتي. وبالنسبة للبهارات انا هضيف عليهم معلقة من الكمون ومعلقة كزبرة ورشة كده من النعناع المطحون الناشف ورشة فلفل، وهقلبهم كده واسيب الخلطة تتسبك. نعرفها اتسبكت ازاي؟ لما نحس الزيت كده ظهر على وش الخلطة. بعد ما الصلصة كده اتسبكت معايا هنزل بالرز بتاعي كده المغسول على الصلصة، وهجلبه كده في الصلصة كلها ودقيقة واحدة بس، وهطفي من عليها النار علشان الرز كده يتشرف في الصلصة كلها. هطفي من عليها النار وبعدين هسيبها تهدى شوية بسيطة وانزل عليها بالخضرة اللي معايا. طبعا انت ضيفي الخضرة اللي حباها، ممكن تحطي بقدونس وكزبرة وشبت، وممكن تحطي كزبرة وبقدونس بس، يعني في ناس ما بتحبش نوع معين من الخضرة. هقلب كده الخضرة، هنا كانت النار مطفية والخلطة هديت شوية ونزلنا عليها بالخضرة علشان لونها ما يغيرش. ووصلنا لأهم خطوة في الفيديو، وهي طريقة حشي الكرنب. زي ما احنا شايفين كده فردنا الورقة وشلنا العصبة اللي في النص دي. العصب ده انا مش برميه يا جماعة، انا بخلله طعمه حلو خالص. في ناس بتحطه في الحلة اللي هترص فيها الكرنب. بعد كده بعد ما سوينا الورق بالشكل اللي احنا شايفينه هنشوف هنحشيه بكل سهولة ازاي. هنعمله بطريقة حلوة جدا، بس لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحط اللايك، يا ريت تحط اللايك فضلا وليس امرا. واللي بيشوف القناة لأول مرة ولسه ما اشتركش يا ريت ينورنا بالاشتراك. دي الصينية اللي هحط فيها المحشي يا جماعة. حطيت فيها كده شرايح من البصل والطماطم وعروق الكزبرة والبقدونس مع رشة من الكزبرة الناشفة والملح، حطيتها في أرضية الصينية. بعد ما بنعمل المحشي وبيستوي الخلطة دي طعمها بيكون في منتهى الجمال. بعدين خدنا جزء كده من ورقة الكرنب وحطينا في الخلطة ولفيناها بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. هنقفلها كده كويس علشان الرز بتاعنا ما يخرجش منها. اهو شايفين الطريقة سهلة وبسيطة جدا وفعلا ما بتاخدش وقت. زي ما قلت لك لو قدامك 15 كرنبة هتخلصيهم في وقت بسيط بسرعة الصاروخ ان شاء الله.
اهو هنلف صابع تاني. ولو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا، وتشجعونا كده بكومنت حلو علشان نستمر والقناة تكبر بيكم يا احلى اخوات واحلى عيلة. هنا كده خلصت اول صف يعني في الصينية، وهعمل عليها صف تاني. بس نخلي بين صوابع الكرنب مسافات بسيطة، طبعا عشان عارفين الرز بعد ما هيستوي حجمه هيزيد وهينفخ. اهو هنعمل كده دور تاني. كده ابتدينا نعمل في الدور التاني من الصينية. هنلف كده. يا سلام يا جماعة لو كل حاجة بنعملها كده جال بسرعة الفيديو نخلص كل حاجة في غمضة عين. كده خلصت الصف التاني من الصينية، وبعد كده هبتدي اقطعها زي ما هنشوف دلوقتي. بالنسبة لخلطة المحشي يا جماعة بنضيف عليها معلقتين كبار من الزيت علشان الرز يكون معانا مفلفل ما يكونش معجن. معلش انا نسيت اقول عليها الخطوة دي. بعد كده قطعنا صوابع الكرنب طبعا بحجم الصابع اللي انت عايزاه. اهم حاجة تكون السكينة بتاعتك حامية. بعد كده حطيته على البوتاجاز وهسقيه بالشوربة. طبعا الشوربة بتكون ما مغطياش الصف الأخير من الكرنب، يعني آخر صف كده في الكرنب سواء في الصينية أو في الحلة بيكون ظاهر مش متغطي بالشوربة. دي ورقة لورا يا جماعة. وبعد كده بنهز الصينية علشان نضمن إن الشوربة دخلت في كل جزء من المحشي بالشكل اللي احنا شايفينه. هغلف الصينية أو هغطيها بصينية أكبر منها، وهسيبها على النار تغلي غليتين كده لمدة 5 دقايق، وبعدين ههدي من عليها النار واسيبها تستوي على نار هادية. اهو انا كنت مغطياها بصينية اكبر منها شوية. طبعا بنوطي النار، وكل كده 7 دقايق بنحرك الصينية علشان نضمن انها استوت من كل ناحية. شكل المحشي بتاعنا بعد ما استوى بسم الله ما شاء الله، شايفين شكله يفتح النفس. شلنا ورقة اللورة، شايفين شكله في منتهى الجمال وحشناه بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وحلاوته كده لما تاكليه وهو سخن. هوريكم جزء اهو. شايفين مفيش حاجة في الصينية ولا رزاية طالعة، ده عيدان البقدونس وشرايح البصل. المحشي ريحته جنان يا جماعة وطعمه تحفة. جربوه بالخلطة دي وإن شاء الله هيعجبكم. لو عجبكم الفيديو أو استفدتوا منه معلومة واحدة يا ريت تعملوا لنا لايك وشير كتير مع أصحابكم علشان الفيديو أكبر عدد يشوفه ويستفاد منه. أشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.